قارة افريقيا اغرب قارة هتقابلها في حياتك في مجال كرة القدم، في حيث بقى التنظيم وحيث الملاعب والدوريات وكل حاجة. قارة رشاوى ماشية فيها كده عادي، عين عينك، الجامد فيها بيكسب والضعيف ملوش مكان في اي فريق بقى زي ما تحب. دور المجموعات بتاع دوري ابطال افريقيا في الكونفدراليه يقول لك مفيش فار، الفار مش شغال، العب من غيره. انت متخيل؟ يقول لك اصل الفار حصل فيه غلطه في ماتش كذا، الحكم ممكن عادي يبيع الماتش زي ما هو عايز مقابل مادي، مش هتفرق معاه لا يمين ولا شمال. ممكن يبيع الماتش مقابل اي مقابل تخطر على بالك ان هو ممكن يبيع الماتش. في ماتش الاهلي والجيش الملكي اللي اتلعب في المغرب، جماهير الجيش الملكي كانت جايه سكاكين معجون وآلات حد تقريبا، كانت في الورش وكانت في الشغل، فحبت تعدي على الاستاد لقيت في ماتش شغال، قال لك اما نخش نتفرج. وبعد ما الماتش ما خلص خبطت اللعيبه بسكاكين حاده وعملوا لما على لعيبه الاهلي الصح وزياده. فتلف الايام بعدها بكام يوم، ماتش العوده هنا في القاهره، كان ممكن جماهير الاهلي لعيبه الاهلي تكسب 1-0، تطلع الفريق ده اصلا بره البطوله خالص، تطلع الفريق ده بره البطوله وترجع جماهيره قفايا قمر عايز زي ما بيقول. الماتش انتهى بالتعادل، جماهير الاهلي عشان بس رمت ازاز ميه ملهاش اي لازمه، اتحسب عليها غرامه 60,000 دولار واتحرموا ماتشين. بسبب ايه؟ ان نائب رئيس الاتحاد الافريقي فوزي لاجع ده بتاع المغرب هو المتحكم. فده يبين لك ان انت حتى لو ليك الحق او انت حتى مظلوم، طول ما في حد قوي في منظومه هيقدر ان هو يكسبك بمنتهى البساطه، حتى لو انت ليك الحق، حتى لو انت غلطت يعني غلط اقل من المنافس بتاعك غلطه، بس بكل بساطه طالما في حته تقيله في المنظومه مش هتعرف تاخد حقك. وفوزي اللاجع قدر بكل بساطه ان هو ينزل عقوبه على الاهلي من حيث الجماهير، المبلغ المالي، وجماهير الجيش الملكي وفريقه كل الغرامه اللي نزلت عليه 20,000 دولار فقط لا غير.